النهارده معانا استاذه امل في عياده فيت اند سليم كلينيك فرع الجبل الاصفر. احنا طبعا بنتشرف بزيارتها الجميله لينا. استاذه امل معاصره العيادات كلها، هي موجوده معانا في عياده الخصوص النهارده في عياده الجبل الاصفر. هي بتتحرك معانا، نازله رقم كويس جدا على مدار فتره متابعتها في عيادات فيت اند سليم كلينيك. النهارده حبينا نقابلها وتحكي تجربتها وتقول للناس كلها ايه اللي حصل معاها وايه الخطوات اللي تمت معاها علشان توصل للوزن المثالي والشكل المثالي لحد دلوقتي. واحنا لسه مكملين، طبعا احنا لسه طريقنا قدام شويه، بس احنا بنتكلم لحد دلوقتي احنا برضو قطعنا رقم كبير ورقم مهم جدا. في فرق اكيد في البيئه قبل كده وفي فرق في البيئه دلوقتي، فرق في حاجات كتيره. عايزينك بقى تقولي تجربتك لكل الناس. أنا دلوقتي جيت عيادة الدكتور أحمد خليل، ربنا يبارك فيه. بصراحة دكتور ما فيش بعد كده، يعني مشي مع الواحد واحدة واحدة كده، وقدر يتفاهم الواحد يعني سنه وكده. وإن أنا يعني المرحلة اللي أنا كنت فيها إن أنا كنت مريضة غضروف، والدكتور قال لي لازم تخسي. فدكتور أحمد قال لي حاجة سهلة إن شاء الله وما تقلقيش، ومريض الضغط. فالحمد لله بفضل من ربنا يعني مشي معايا واحدة واحدة وخلصت، يعني وصلت المرحلة الحمد لله. 16 كيلو نزلتهم في شهرين، ودكتور أحمد يعني وقف جنبي بصراحة. والجلسات بالنسبة بقى للجلسات لا وما شاء الله يعني الفريق مع حضرتك كويس جدا، يعني سواء هنا في الخصوص ولا في عيادة الجبل اللي احنا فيها دلوقتي، يعني كلهم متعاونين. فرقت معاكي الجلسات وفرقت معايا بصراحة وقلت مقاسات. يعني في هدوم ليا كانت بلبسها من 10 سنين مثلا، دلوقتي بقيت البسها. يعني في حاجات كتير اتغيرت بصراحه. حاسس نظرتك للاكل والشرب اتغيرت ولا هي نفس النظره القديمه؟ لا بصراحه بقيت اعمل حساب، يعني في اوقات ابقى ايوه ان عملت الاكل ونفسي اكل منه، بس ايه بفرمل نفسي، وساعات ممكن ادوق منه حته صغيره مش عارفه ايه. بلاقي الواحد دلوقتي بقى يعني مش زي الاول في اي وقت ياكل، ممكن الساعه 11 بالليل الساعه 12 بالليل. مش هي بتاعت زمان. لا مش هي بصراحه. حاسه ان انت شهيتك مقفوله؟ لا يعني مقفوله شويه. طب حاسه بحرمان؟ لا بصراحه الدايت مع حضرتك حاجه يعني جميله جدا، ما فيش حرمان. وحتى كمان بتبقى متفاهم ان انت يعني لو الواحد قال لك لا المره دي يبقى الدايت خفيف ماشي، الدايت حلو كده معقول ماشي، يعني كل حاجه بصراحه متفاهم فيها. طيب بالنسبه للادويه والحاجات دي كلها، خدتي ادويه عملت رياضه؟ لا انا ما عملتش بصراحه. لا الحمد لله نحمد ربنا مفيش اي حاجه يعني خدتها اللي هي تقفل شهيتي او تشتغل على نظام المخ بتاعي او كده، لا كل حاجه يعني طبيعيه. احنا بنتشرف بزيارتك لينا يا استاذه امل، وزي ما حضراتكم سامعين طبعا كان عندها مشكله في الغضروف، والطبيب المعالج طلب منها ان هي تنزل في الوزن باقصى سرعه او وقت قصير، وهي قدرت تعمل كده وخفت الحمل بطريقه كبيره جدا على منطقه الغضروف ونزلت رقم كبير، ولسه مكملين برده لحد ما نوصل للوزن المثالي والشكل المثالي. وهي برده لسه بتعمل جلسات وبتغير، مش بس بتغير كمان ميزانها، كمان بتغير شكلها ومقاساتها. زي ما سمعتوا برده قالت ان هي في لبس عندها من 10 سنين ما لبستوش، حاليا بتلبسه بكل اريحيه وبكل حب. فهو ده اللي احنا بنوصل له ان شاء الله. شكرا.